السلام عليكم. طبعا انتوا عارفين ان الاستاذه بدريه طلبه ابتدت تتكلم عن موضوع فلوس التيك توك والناس اللي بتكسب من التيك توك، وعملت فيديو برضو. نسمع الفيديو ونعلق عليه. وبالنسبه لكلمه استاذه اللي انا بقولها على اي حد، وفاء عامر، اي حد بعمل عليه فيديو ده لازمه في الكلام، يعني مش روحي لها. انتوا مفكرين الفلوس اللي هنا دي بتزودنا حاجه؟ انا او وفاء عامر او انا عندي مؤسسه خيريه في اسكندريه. حضرتك الفلوس دي مش بتزود حضرتك حاجة. امال بتصلبي نفسك قاعدة ليه على التيك توك؟ عامر بتصلب نفسها قاعدة ليه؟ ايوه، ليه بتقعدوا يعني معك؟ عشان بتستفيدوا ماديا، عشان فلوسكم بتزيد. هو الهدف من الموضوع ايه؟ مش الربح. لو حضرتك مش تكسبي منه مش هتقعدي القعدة اللي بتقعديها دي، صح ولا لا؟ لها. انتوا مفكرين الفلوس اللي هنا دي بتزودنا حاجه؟ انا او وفاء عامر او انا عندي مؤسسه خيريه في اسكندريه. وفاء عامر عندها ناس قد كده في رقبتها، فاتحه كام بيت، فاتحه كام بيت. الفنانه ايمان التوخي اطلعوا. يعني حضرتك عندك مؤسسة خيرية فعشان كده بتقعدي على التيك توك. الأستاذة وفاء عامر في ناس في رقبتها، عشان كده طلعت وقالت أي حد يبعت تبرع لإبراهيم شيكة يبعتوا عليا، يبعتوا عليها هي على الأستاذة وفاء عامر. أنا مش فاهماكم. وبعدين إيه الجمعيات الخيرية اللي حضرتك فاتحة جمعية خيرية لوجه الله زي ما أنت بتقولي؟ طيب إيه جابها قعدتك على التيك توك؟ وعلى فكرة أنا مش معترضة على قعدتك على التيك توك ولا كان لفت نظري، أنا واحدة من الناس. إلا أنتي حضرتك ابتديتي تتكلمي بفوقية عن الناس، ابتديتي تتكلمي من منطلق الأنا، فده اللي خلاني أرد على حضرتك. زي ما بتقول ابوها نكر نسبها. طب الام بقى اللي نزلتها من بطنها نكرت نسبها ليه؟ حتى خراب البلد. بتقول لك الفنانة إيمان الطوخي إنها بتقول إنها دي مش بنتها. على فكرة هي مش قضية الناس أساسا. الناس يا أستاذة بدرية مش قضيتها هي مروة بنت الريس ولا مش بنت الريس. الناس دي كل دي مش قضيتنا، دي مشكلة شخصية، دي مشكلة شخصية. الناس قضيتها تتلخص في عملية الإتجار اللي قالت عليها مروة، والناس اللي مترابطة الشبكة كلها اللي أصحاب دول اللي بينهم علاقات جامدة دي. هو ده قضية الناس، بيع الأعضاء، الإتجار في الأعضاء. هو دي قضية الناس اللي حضرتك تتكلمي عليها. لكن كون الأستاذة إيمان الطوخي أو الفنانة قالت بنتها ومش بنتها، بس هو ما ظهرش أي فيديو قالت فيه إنها مش بنتها. يعني هو ما ظهرش أي فيديو للأستاذة إيمان الطوخي بتنكر نسب البنت دي ليها. أنت بتقولي إن في فيديو محدش سمعه إلا حضرتك. على فكرة أنت ممكن تنزليه على صفحتك عشان الناس تسمعه بعد إذنك يعني. في ده وفي ده وفي ده وفي ده، ها، وفي الاخر تختم بالريس، فيقول لك بص عشان جابت سيره الريس فالناس تتقلب عليه. أستاذة بدرية والاستاذه واي حد، والاستاذه وفاء عامر واخت الاستاذه وفاء عامر والاستاذه سلمى الرحمن، كل مجموعه الاساتذه اللي احنا شايفينهم دول دايما يربطوا بين اللي بيعملوه وبين خراب البلد. ما فيش حاجه اسمها نظافه البلد، ما فيش حاجه ان ممكن يكون في تهمه زي دي، ما فيش حاجه اسمها ترد علينا الاستاذه بدريه وتقول سيبوا القرار يطلع من النيابه والقضاء يقول في كلمته في القضيه دي. هل في اتجار بالاعضاء؟ هل في اتجار بالبشر ولا ما فيش؟ ما فيش الكلام ده. هو اي حد يفتح بقه ان في مشكله يقولوا لك البلد والريس، مع ان الريس بيحب البلد والناس كلها هدفها يحموا البلد. هو ما يبقى فيه فساد طبيعي يبقى عندنا فساد يا جماعه، واحنا مش بلد زي اي بلد ممكن يعني يكون عندنا فساد؟ غلط انه طلعت اللي بتقول عليها امها قالت ما اعرفهاش وبضحك على كلامها. ايمان التوخي بكلامها ان ما فيش حاجه من الكلام ده كله. وفاء عامر اكتر واحده بتعمل الخير. بلاش انت يا مشخصاتيه تتكلمي عن البلد. ايوه بتقول لك طبعا احنا هنرجع ونقول احنا ما سمعناش الاستاذه
إيمان الطوخي بتقول إن دي بنتها ولا مش بنتها ومش قضيتنا. والأستاذة وفاء عامر بتعمل الخير، فين الخير حضرتك ده؟ يعني فين الخير اللي شفناه؟ احنا شفناها قلبا وقالبا مع هبة مرات شيكا، وده حاجة غريبة في الصح والغلط. اللي بيعمل الخير يا أستاذة يا أستاذة بدرية، يا الأستاذة وفاء عامر، كانت دفعت على الست الكبيرة أم شيكا. أم شيكا اللي راحت خدت 3 ساعات سفر عشان تديها 500 جنيه. اللي بيعمل الخير بيحترم الكبير في السن. أم ملكومة على ابنها اللي كان يعني أملها، هو اللي كان هيبني لها البيت، ما ردتش معاها بتعاطف ولا قالت لهبة ما يصحش كده تعاملي أهل جوزك كده، ما فيش الكلام ده. ما هو ده اللي قلب الناس على وفاء عامر. الناس كانت ماشية وراها ان هي بتعمل خير وطيبة وزي الفل، بس ما لقوا في فرق في المعاملات بين الست الكبيرة وبين مرات شيكا. الناس ابتدت تشك، ازاي انا بابا طيبة وبعمل حاجة لله، وازاي ما احترمش الست الكبيرة، ما احترمش الام الملكومة. 500 جنيه. انت عمرك ما تعرف توصل المشخصاتيه. المشخصاتيه دي اشكالك بيوقفوها في الشارع يقولوا لها نتصور معاكي يا فنانه. المشخصاتيه دي بتشرف بلدها في اي دوله تروحها، بس مساله غيره وحقد وغل وحسد. تشرف بلدها حضرتك، بتروحي اي بلد بتمثلي دور، بتاخدي دور، بتاخدي اجر زي العامل اللي بيطلع يشتغل بره، زي المهندس اللي يطلع بيشتغل بره. انت ما بتعمليش حاجه للبلد، انت بتشتغلي وبتاخدي اجر. انت مش بتعملي حاجه للبلد بالشرف في البلد، في مهنه زي اي مهنه، مهنه تاخدي مقابل اللي بتعمليه. ايه دخل البلد في النص بقى؟ انا مش عارفه. وايه وجه الشرف اللي عملته الاستاذه بدريه طلبه ولا الاستاذه وفاء عامر؟ انتوا فنانين زي اي فنانين، يعني زيكم زي ناس كتير قوي موجودين، يعني ما عملتوش بصمة كبيرة قوي ولا حاجة عشان توصل زي اللي انا وصلت له. حضرتك وصلتي لايه يعني؟ انا مش فاهمة. عملتي فلوس كتيرة، الحق يتقال، عملتي فلوس كتيرة والناس بتقعد تتفرج عليكي عادي. واحدة الناس ممثلة، الناس بتتفرج عليها زيك زي غيرك. يعني لو اجى مثلا مسلسل وانت مش موجودة فيه، الناس مش هتعيط وتقول لا هاتوا لنا بدرية طلبة، عايزين بدرية طلبة، لا مش هيقولوا كده خالص. الناس بتتفرج عادي. لو نزل فيلم وحضرتك مش موجودة فيه، الناس مش هتعيط وتقول لها هاتوا لنا بدرية طلبة، عادي. حضرتك واحدة ممثلة عادية وبنتفرج عليكي عادي، والناس هي اللي عملتك. وما تغلطيش في الناس، لان الناس هي اللي بتعلي الواحد. يعني انت حتى يقول لك جنة من غير ناس ما تنداس. الجنة يعني انت الناس هي اللي بتعليك، فانت طالع بتتكلمي مع الناس بفوقية وزعل وحاجة غريبة. وتقول اللي وصلت له ده بعد تعب وكفاح. ما كل الناس تعبت في حياتها، هو حضرتك اللي تعبتي بس انت والاستاذة وفاء عامر؟ يعني انتوا الاثنين اللي تعبتوا في الدنيا عشان توصلوا تقعدوا في الفلل وتعملوا فلوس؟ ما الناس كلها تعبت. الفران بيتعب بقى، اي حد تعب في حياته، السباك بيتعب، الفلاح بيتعب، اللي مش عنده شغل بيتعب من القعده. كل الناس تعبت في حياتها عشان توصل للنعم اللي هي فيها، فطبيعي تتعبي. انت تعبتي لنفسك يا استاذه بدريه، تعبتي لنفسك ولعيالك ولاحفادك، انت مش تعبتي واديتي حد. المشخصاتيه دي اشكالك بيوقفوها في الشارع يقولوا لها نتصور معاكي يا فنانه. المشخصاتيه دي بتشرف بلدها في اي دوله تروحها، هي بس مساله غيره وحقد وغل وحسد من الفنانين عشان هم اسيادك. انا مش عارفه. بتقول لك مساله غيره وحقد وحسد، ليه الناس هتغير منكم ليه؟ عشان بتعملوا فلوس كتير يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ما تعملوا فلوس، ما انتوا ربنا بيديكم مشاكل في حياتكم على قد الفلوس اللي بتاخدوها. بتسمعوا كلام ما حدش بيسمعه على قد افعالكم وتصرفاتكم. مش اسياد اي حد، انتوا مش اسياد، انتوا مهنه زي اهني مهنه. معنى كده نخبه السباكين اسياد الناس كلها، نخبه الاطباء اسياد الناس كلها،
مهنة المحامين أسياد، لا، احنا كلنا في دايرة يا أستاذة بدرية بنخدم بعض، كلنا نساعد بعض في الحياة. يعني أنا محتاجة السباك في حياتي، محتاجة الكهربائي، محتاجة المهندس، المدرس، الممثل أو الفنان اللي زي حضرتك. لو يعني عدى يومين ثلاثة من غير ما نشوف أفلام وما ندخلش سينما، هل هتأثر في حياتنا؟ لا، بالتأكيد لا. أنا عن نفسي، إن أنا واحدة ست كبيرة أهو، يمكن ما رحتش السينما من بتاع 20 سنة، عادي يعني، حاجات عادية. التلفزيون مش بنفتحه كتير، حاجات عادية برضه، يعني حاجة مش مؤثرة في الحياة. حتى لو واحد غلط فيكي ورد وبعت لك وقال لك المشخصاتية دي، الكلمة دي مزعلاها يا جماعة، لأن كانت في القانون المصري قبل كده مشخصاتي ده مش يتاخد بشهادتهم أمام المحاكم، فهي اعتبرتها كلمة إهانة. كان ممكن ترد عليه بطريقة أحسن من كده، يعني ما تقولش سيادك ومش أسيادك، انتوا مش أسياد حد، انتوا ناس، قولي له مهنة زي أي مهنة، على رأي الأستاذة وفاء عامر لما قالت لك القوة الناعمة للبلد. مهنة الناس بتحترمها، مهنة معترف بيها، مش لازم التفخيم والتضخيم اللي انت عملتيه كده. ليه كده؟ وليه الفوقية في الكلام ده كله؟ الراجل اللي بعت لك الكلمة دي يمكن متأثر من اللي بيحصل، انت تفهميه بالراحة كده، يعني تفهميه الصح من الغلط بالراحة. انتوا شبهها. قال انا ما حدش يقدر يجي جنبي عشان انا بنت الريس وعيال الريس اللي اتقبض عليهم واتحاكموا